الفنانة شيرين رضا طلعت في أحد برامج التوك شو وشبهت صوت شيوخ الأذان بالجعير، ناس كانت معاها وناس قالت إن ما ينفعش إنها تتكلم في الموضوع ده عشان دي حاجة خاصة بالدين، فنزلنا نشوف رأي الناس في الموضوع ده هيبقى إيه. تعالوا نشوف مع بعض. شيرين رضا طلعت في أحد برامج التوك شو وشبهت صوت مقرئين الأذان بالجعير، قالت إن هما بيجعروا وبيقرفوا الناس وهم نايمين وصوتهم أصلا مش حلو، فأنتي إيه رأيك في الكلام ده؟ بصي انا شايفه ان هي مش قصدها حاجه، لان هو فعلا في ناس بتخوفنا في الاذان، اللي هو انت بتسمع الاذان الله اكبر الله اكبر اللي هو بيجعروا، هي مش قصدها، ما اظنش ان هي قصدها على الكل، في ناس فعلا مش بيقولوا بطريقه كويسه، بس فمش شايفه ان الموضوع محتاج يتكبر قوي، هي ممكن تكون قالته بطريقه غلط مش اكتر. والله هي حريه راي براحتها. احنا شعب زيك جدا بيمسك في اتفه الاسباب. في فعلا شيوخ بتجعر جامد في المسجد، هو دين وكل حاجه، بس هي حريه راي، بس مش هنقف قدامها يعني. برضو بس ما ينفعش انها تقول بالطريقه دي، ما ينفعش إنها تقول بيجعروا. ما كانت المفروض تقول لفظ احسن من كده شويه. هو اكيد ما يصحش يعني مش عارفه، بس ما يصحش، عيب. لا طبعا احنا مش معاه، لان ده مش الدين ما بيقولش كده، لا ده هو الاذان ده كان يعني حاجه كويسه بالنسبه لنا، فاللي هو قالته ده ما ينفعش خالص. لا طبعا ما ينفعش، حاجه يعني حاجه ما ينفعش نتكلم فيها يعني. انا حاسس انها كانت بتتكلم قصدها على صوت المؤذنين، هو اصلا ما ينفعش تقول كده، بس هي يعني مش بتتكلم على الاذان ان هو جعير، هي بتتكلم على صوت المؤذن ان هو جعير، لكن برضه حتى كمان لو كده ما ينفعش تقول كده. هو عادي، مش في شيوخ صوتها حلو تتسمع، وفي شيوخ صوتها اصلا ما ينفعش يطلع. يعني عادي إنها تشبههم بالجعير إن هم بيجعروا؟ ما هم في ناس صوتهم عامل كده واكتر كمان. ما ينفعش انها تقول حاجه زي كده. مفيش ده صوت اذان، يعني ربنا هو اللي شرعه، ربنا هو اللي يعني انت بتعترضي على حاجه ربنا هو اللي عملها، دي اول حاجه. تاني حاجه يعني انت بيضايقك صوت الاذان ما بيضايقكيش صوت الاغاني؟ طب انت كنت متجوزه احسن مطرب في مصر عمرو دياب، يعني هو عمرو دياب لما كان بيغني كان صوته احسن من صوت الاذان اللي هو فيه كلام ربنا اللي هو فيه الله اكبر؟ يعني موضوع عمل قلبان جامد جدا، ومش حاجه كويسه اللي هي قالته ده كله. ما ضد يعني اللي هي قالته؟ ضد اللي هي قالته. بس هي قالت على الشيوخ يعني. لا بس هي حاجه يعني من ان هي تقول ان هم بيجعروا مثلا ولا كده، ده لفظ ما يتقالش، ما ينفعش ان هو يتقال على الشيوخ اللي بيأذنوا. طب انت بيزعجك لما بتسمع صوت شيخ صوته مش حلو بيقيم الاذان او بيقرا قران؟ لا خالص والله، بس هو في ناس اي نعم، هو ما عندناش احنا كشعب ما عندناش يعني حسن اختيار الناس اللي بتدن الاذان، بس يعني ده الاذان في الاول والاخر. بس هي قالت مش قالت على صوت الاذان، هي قالت على صوت الشيوخ اللي بيقروا القران، بتقول ان هم بيبقى صوتهم حلو بيزعجوا الناس. مش بيحصل اكيد، هو ممكن قليل بس مش على طول، مش دايما، مش بتبقى حاجه يعني اكتريه الوقت لازم بيبقى صوتهم كويس، ويعني ده شيخ لازم بيبقى صوته كويس. بس يعني هو مش يعني اكيد يعني المفروض ما تقولش حاجه زي كده. انا ليا رايين. طبعا يعني في ناس بتحكم بالكلام في الاول، ان هو يعني مشكله ان احنا بناخد في الفيسبوك او اليوتيوب بناخد الكلام من اوله، ما بناخدوش من المعنى ايه هو ايه قصدها ايه. في شيوخ ومؤذنين للاسف الشديد لما تيجي الناس بتأذن، احنا بيقول لك المفروض الناس بتتغنى بالاذان، في ناس ما بتتغناش بالاذان اصلا، بتقولها بصوت يخض الناس. يعني انا لو جنبي مؤذن مسجد بيأذن مثلا صوته حلو، هيشدني ان انا هنزل اصلي في المسجد ده على طول، لكن لو اول ما اقول الله اكبر من غير ما يتغنى باي حاجه خالص، انا عن نفسي انا هخاف. انت كده بترهب الناس، مش بتدعوهم ان هم ييجوا يصلوا للمسجد دوت. فلو انا شايف انا للاسف يعني انا ما شفتش انا شفت بس الكومنت بتاع الايه اللي هي بتتكلم عن الاذان، بس للاسف ما شفتش الحلقه كلها كامله. فانا لو شايف ان هي بتتكلم ان الاذان ان المفروض الناس تتغنى بيه، يعني زي ما هم اي واحد. هي قالت ان في صوت بيزعج الواحد، يعني ممكن ما يتخاف ان انت تنزل او ما يحببكش ان انت تنزل، يعني هي شبهتهم بالجعير بيجعروا صوتهم مش حلو. انا معاه في الموضوع ده، معاه 100%. المفروض انا بتغنى بالاذان ده، يعني ده كلام ربنا. يعني انت ممكن تسمع الشيخ يزعجك فما تنزلش تصلي؟ اروح اصلي في مسجد تاني بس ما اصليش عنده، لان انا لما هسمع صوته حتى وهو بيقرا القران هبقى مبسوط ومرتاح، لان دي راحه نفسيه. شكرا. العفو.